بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد. نادي الزمالك، اخبار نادي الزمالك. مش عارف مين العبقري يا جماعه اللي بيسرب خبر ان مجلس اداره بيدرس الاستغناء عن خدمات السنغالي ابراهيم ضاي والبنيني سامسون اكينولا، وان هو عايز يوفر الفلوس بتاعتهم من الموسم الجاي. واحد بياخد مليون ومش عارف كام، والتاني بياخد مليون وكام. واحنا في شهر كام؟ احنا في شهر 3. يعني لسه قدامنا دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية. ربنا يوفق الزمالك قدام فيوتشر، هيلعب ماتشين ويمكن يوصل بقى دور نصف النهائي، يوصل النهائي وربنا يوفقه ويفوز بالكاس. وبعدين لسه بقى بطولة الدوري وكاس مصر الجديد. يعني لسه قدامنا كان حتى بطولة الدوري لسه بقى ان شاء الله كده على شهر 8 ولا شهر 9. قدامها طويل، يعني لسه بدري قوي قوي. يعني انا محتاج اللعيبة دي. يعني اللعيبة دي لما تسمع الكلام دوا وتقرا الكلام دوا ويتقال لها الكلام دوا، يبقى موقفها ايه؟ هتلعب ازاي؟ هتركز ازاي؟ وانا محتاجهم. طب ما سامسون اكينولا الناس كلها عماله بتشيد بيه لما بينزل وبيلعب وتحركاته وغيرها وغيرها. حتى لو انا مش عاجبه، حتى لو احنا مش عاجبينه، او هو يعني الجهاز الفني مش عايزه، او مجلس الاداره مش عايزه، ما يتقالش دلوقتي. ما يتقالش. طب ما ابراهيم رضاي قبل ما يتصاب ما كان بيلعب اساسي، كان لاعب اساسي في كل المباريات. فانا اللعيبه دي انا محتاجها. فاللي بيسرب ده اعتقد ان هو معلش يعني بيفكرني بفيلم غبي منه فيه. غبي منه فيه فعلا يعني. يعني تسريبات غريبة جدا. كل حاجة دلوقتي للأسف الشديد بقت مشاع. مشاع. الجلسة اللي تمت ما بين حسين لبيب رئيس النادي ومستر جوزيه جوميز المدير الفني، حضور أحمد سليمان، كلها انتهت. مين اللي نقلها؟ طبعا معروف مين اللي نقلها يعني. اجتماع مجلس إدارة أول ما يخلص كل الأخبار بره. ما فيش، ما بتحصلش على طول سريعا. أي حاجة بتحصل في التدريبات بره مشاع. جميع أخبار، حتى الكلام، حتى محمود علاء. طب أنا محتاج محمود علاء. أنا الونش مصاب دلوقتي، ما عنديش مدافعين. محمود علاء ده ما كان هداف، يعني كان المدافع الهداف ما شاء الله عليه ومستواه وبتاع. غلطة غلطها الناس عايزة تذبحه، لكن اديله الثقة تاني ارجعه. لكن اتكلم اقول خلاص ينزل خبر كده يقول لك ان مجلس الإدارة خد قرار نهائي بالاستغناء عن خدمات محمود علاء. يا اخبار يعني اللي بيطلع الاخبار ده برضك اقول تاني غبي منه فيه. انه مش خايف على نادي الزمالك. هو راجل عايز شو؟ عايز يجامل صاحبه الاعلامي، عايز. ف مفيش حالة من الانضباط داخل نادي الزمالك بالنسبة للأخبار اللي بتطلع من نادي الزمالك. كل شيء، مفيش حاجة بتستخبى خالص نهائي. وبعدين أنا برضك شايف الأستاذ عمرو أدهم بيطلع يدافع عن النادي على المنصة بتاعته. طبعا شيء جميل يدافع عن النادي، لكن ليه ما يكونش الدفاع عن طريق المنظومة الإعلامية؟ يعني ليه ما يكونش عن طريق الموقع الرسمي، الصفحة الرسمية، تصرح، يطلع بيان رسمي. ما هو في متحدث رسمي يا جماعة. في متحدث رسمي اسمه الاستاذ احمد سالم، راجل محترم وراجل جميل. ليه ما يطلعش يرد؟ هم عاملين متحدث رسمي ليه؟ مش متحدث رسمي ده عشان يطلع يرد على اي حاجه؟ لكن كل واحد بقى على صفحته بيرد كانه هو المتحدث الرسمي. يدل ان في عشوائيه ومفيش اي نظام نهائي خالص يعني. تاني حاجة، الفرقة طبعا هتلعب مع زد يوم السبت القادم، أول مباراة ودية استعدادا لفيوتشر. طبعا ماتشين فيوتشر. في ماتش هيبقى يوم 31 وماتش تاني هيبقى يوم 7. الماتش الأولاني هيبقى على استاد السلام، والماتش التاني هيبقى على استاد القاهرة، والماتش هيبقى الساعة 9، وهو طبعا مذاع على قناة بين سبورت 6. هيلعبوا مع زد، ولكن حتى الآن لم يستقر على الملعب. طبعا الملعب كارثة كمان. يعني الملعب اللي تم الزمالك اتدرب فترة على الدفاع الجوي عشان الملعب بيتصلح فيه إصلاحات وبتاع لمدة حوالي أسبوعين. رجعوا على الملعب فيه مشاكل، الملعب فيه حفر، الملعب الإصلاحات كانت أي كلام. اللعيبة اشتكت، الجهاز الفني اشتكت، الكابتن عبد الواحد السيد غاضب جدا بسبب موضوع الملعب ده، وكلموا على الشركة والمهندسين جم تاني ويشوفوا. يعني أنا دلوقتي بصلح ملعب وجايب شركة تصلحه. ايه اللي المفروض يحصل؟ يعني الطبيعي ان انا استلم الملعب اشوفه الاول، اجربه الاول. ما امضيش على استلامه الا اذا كان كل المواصفات اللي انا كنت عايزها موجوده فيه. لكن خلاص انا الشركه خلصت مشيت، تعالى العب اتدرب، مشاكل تاني. طبعا برضك بيدل ان في حاله من حاله من العشوائيه.
يعني الموضوع عايز يترتب شوية يعني. لازم يبقى زي ما قلت متحدث رسمي ويطلع يرد على أي حاجة خاصة بنادي الزمالك. وطبعا هتلاقي كل الإعلام دلوقتي زي ما نشوف كده يعني. يعني زميلنا هاني حتحوت جاب محمد حمدي لعيب مشي في يناير 2023، بيشتكي دلوقتي وبيقول وظلموني ومش عارف ايه وكذا كذا، مش عارف يعني مناسبة ايه، مش فاهم يعني. مش فاهم لاعب مش لا تم الاستغناء عنه مثلا في من سنة ولا حاجة. ايه بقى القصة بتاعته دلوقتي يعني، إن عنده مشكلة وجاي ليه وبيتكلم ليه وعشان ايه يعني. سمك لبن تمر هندي، صح، سمك لبن تمر هندي. كل واحد بنشوف بقى النادي المنافس بقى النادي الاهلي، حد بيتكلم عنه ولا بيجيب سيرة اي حاجة ولا مشاكل ولا بتاع؟ لا، كله تمام وكله فل وكله تمام يعني. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك في الفترة الجاية والأمور تبقى أكثر انضباط وأكثر التزام. وشكرا.